لويس ال11 ما عنده كاهن كده في يوم، فقال له: يا مولاي، الست دي هتموت بعد 11 يوم. وبالفعل الست دي ماتت بعد 11 يوم. الملك استغرب جدا وجمع وزراءه، لكن الوزراء الحقيقة كانوا غيرانين جدا من الكاهن ده. هم قالوا له انه ما توقعش موت الست دي، لا ده هو ممكن يكون هو اللي قتلها. الملك قرر ان هو يتخلص من الكاهن. قال لحراسه ان انا هطلع على اعلى حتة في القصر، ولما شاور لكم هترموه منها. الحراس جاهزين والملك جاهز وكل حاجة. خطرت في دماغ الملك سؤال، فراح قايل للكاهن: هو انت هتموت امتى؟ قال له: قبل ما تموت يا مولاي ب3 ايام. الملك الغى الحكم بالاعدام وخلاه يعيش معاه في القصر، وخلى الطبيب بتاعه هو اللي يكشف عليه، وخلى الطباخ بتاع الملك نفسه هو اللي يطبخ له كل اكله، وامر ان الراجل ده يبقى مستريح ومبسوط طول فترة قعدته.